وبس. الزواج حلم كل شاب وفتى، لكن أحيانا بين الحلم والحقيقة بيظهر سؤال: فين المشكلة؟ الحاجة الأولى اللي عايزين نتكلم عليها الزواج بين الأصيل والاجتماعي. أول زواج في التاريخ بدأ لما خلق الله حواء وأحضرها لآدم وباركها في تكوين 1:28. الزواج الإنساني الأصيل كان إلهيا في حضرة الله مع أول عروسين آدم بس لما سقط الإنسان وتغرب على الله اتحولت الحياة الزوجية للنمط الاجتماعي، وده زواج بقى يتأثر بفكر المجتمع أكثر من الفكر الإلهي. في زيجات كمان طغى عليها الطبع النفعي أو الشهواني، ودي نسميها الزيجات دون الإنسان اللي بتضيع فيها كرامة الشريك ويصبح الهدف مجرد استخدام واستمتاع. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها العودة للأصل. بفضل الفداء العظيم الله جدد طبيعة الإنسان المؤمن ورجع الزواج لأصالته الأولى بعمل الروح، وده اللي بنسميه الزواج المسيحي. الزواج المسيحي هو دعوة إلهية تعيد الحب والاحترام بين الزوجين. رسالة لكل شاب وفتاة: الزواج مش مجرد حلم، هي دعوة مقدسة محتاجة حب، احترام، وفكر صحيح. استنونا في الحلقة اللي جاية نكمل كلامنا عن سر الجواز الناجح. كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة جامعة هوري.